يلا بينا نعمل الرز بلبن على طريقتي باللبن المكثف. هجيب اول حاجة الرز هسويه سوا كامل، انا بحبه كده. بعد كده هجيب معلقتين ونص من النشا، هدوبهم مع كوباية من اللبن وهنزل بيهم على النار. ده طبعا النار انتوا بتبقوا مهدين عليها خالص عشان النشا ما تتكلكعش. وهحط اللبن المكثف، بس نصيحة ما تحطوش اللبن المكثف في نص الحاجة، حطوا اللبن المكثف بعد ما تخلصوا الدنيا كلها، لان اللبن المكثف اول ما بينزل على النار بيتلسع، فخلوا بالكم. فحطيت الفانيليا وخليته كده لحد ما بقى يعمل زي الكريمه. احط شويه في الفرن وشويه في التلاجة، بس اول ما انتوا ما تصبوه هو لسه سخن كده غطوه بستريتش او غطوه باي حاجه عشان يعمل كشكشه حلوه. انا سبته لحد ما هدي شويه لان انا بصراحه ما كنتش فاضيه، فسبته لحد ما هدي شويه، بعد كده عملته بستريتش، فما تعملوش زي. بس طعمه احلى 100 مره من الكريم شانتيه من القشطه. هو اصلا قشطه، انتوا بتاكلوا حاجه كده كريمه زبده تحفه. جربوه باللبن المكثف يعني مش هتندموا حرفيا. يا رب تكونوا استفدتوا.